السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. هقول لكم بس طريقة يعني ممكن تفيدكم إن شاء الله ل... إن أنت تجيب الأربع حاجات دي determinant والinverse والtranspose والadjoint بكالكوليتر من غير ما تتعب نفسك، لأن في أسئلة قررت من امتحانات قبل كده أصلا يجيب لك ماتريكس عادي ويقول لك هات لي الانفرس بتاعها، هات لي مثلا ترانسبوز وهكذا. فبدل ما تتعب نفسك وتجيب القانون وتجيب الادجوينت وبعدين تجيب الديترمينانت ده القانون بتاعها عامة. بس بدل ما تعمل كل ده ممكن تعملها بالكالكوليتر بخطوتين ولا حاجة. فهقول لكم الطريقة لعلها تفيدكم يعني. طيب لو قلنا دي ماتريكس مثلا نشتغل عليها أي حاجة وعايزين نجيب determinant. تمام. الdeterminant كنا بنجيبه إن احنا نعمل 2 وهنا دي تايمز دي بلس دي تايمز دي، يعني كانت حوارات كبيرة وممكن نغلط في الساين وبتاع. فاحنا عارفين ممكن نعمل ايه دي كالكوليتر يعني غريبة شوية بس تمشي. بنعمل ايه؟ ندوس مود هنا، يعني يا رب تكونوا شايفين هنا مود، وبعدين ماتريكس هنا رقم 6 ندوس رقم 6 كده دخلنا في مود اللي بتاع الماتريكس. بعدين نختار نمبر 1 اللي هي ماتريكس ايه، وبعدين نختار الاوردر بتاعها. هنا دي ماتريكس 3 باي 3. تمام. 3 باي 3 فهختار الماتريكس 3 باي 3 على حسب بقى السايز بتاعها. هيطلب مني اني اعمل الماتريكس، فعادي هعمل هي هنا دي الارقام بتاعتها، فهعمل 2 ايكوال، هيدخلني في اللي جنبه. هكتب نيجاتيف 3 اللي هو هنا ايكوال، جنبه 4 ايكوال، تحت 1 ايكوال، 0 ايكوال، 6 ايكوال، وهكذا. تمام. انا كده مليت الماتريكس كده تمام اتملت. هدوس اي سي عادي. هعمل ايه بقى بعد كده؟ دي اول خطوه ان انا اسجل الماتريكس عندي، فسجلت عندي ماتريكس ايه ايكوال كذا. تمام. الخطوه اللي بعديها هدوس شيفت 4. ده لي حاجات كتير كده حسب انت عايز ايه. انا عايز مثلا ديترمينانت، هلاقي هي نمبر 7 ديت، عشان اختار ديت ديترمينانت. الديترمينانت بتاع ايه بقى؟ هدوس شيفت 4 تاني واختار ماتريكس ايه. فانا عايز اجيب الديترمينانت بتاع ماتريكس ايه، فاختار ديت واختار ماتريكس ايه، اقفل الاقواس ايكوال، طلعت لي بنيجاتيف 38. فانا بسهوله جبت الديترمينانت. تمام. بالنسبه للانفرس نفس الكلام، انا مش محتاج اسجل ماتريكس ايه تاني، لو هي خلاص، لو واحده تانية اسجلها. هدوس شيفت 4 برضو وبعدين انادي على ماتريكس ايه دي. الانفرس كان بيبقى ايه باور نيجاتيف 1، يعني عارفين عادي. يعني مثلا الفايف عكسها 5 باور نيجاتيف 1، فالماتريكس ايه عكسها ايه باور نيجاتيف 1. فهعمل ماتريكس ايه اهي هلاقي هنا رمز اكس باور نيجاتيف 1، فهعمل هنا باور نيجاتيف 1 كده هجيب الانفرس. دوس ايكوال، هيطلع لي ماتريكس جديدة كده فيها الانفرس. يعني هي شكلها غريب شوية عشان الأرقام دي يعني مش صح أوي، يعني عادي أرقام مهبوطة. بس عامة ده الفكرة. عامة هيطلع لك الانفرس بتاعها، الانفرس ماتريكس بتاعها. كده عملنا determinant وعملنا الانفرس، وده القانون بتاعها اعرفه بس. آه، نخش في ترانسبوز. ترانسبوز نفس الحكاية، شيفت 4 هلاقي تي ار ان ترانسبوز رقم 8. اوكي. هي اصلا الفكرة ترانسبوز اسهلهم، يعني الترانسبوز ممكن تتجاب ان انت تعكس الروز والكولوم، بس لو انت مكسل او انت عادي عايز تعملها كالكوليتر وخلاص. ترانسبوز شيفت 4 برضو اختار ماتريكس ايه، هيطلع لي اهي المعمولة، هي 2 نيجاتيف 3 4 1 0 6 3 نيجاتيف 2 0. تمام كده ترانسبوز تمام، فاضل الادجوينت. هو الادجوينت مش بيجي كتير بس، ومش موجود في الكالكوليتر، بس احنا هنذاكر على الكالكوليتر بقى. احنا ده القانون صح، واحنا بنعرف ازاي نجيب الانفرس وبنعرف ازاي نجيب الترمت. خلاص نجيب الاتنين دول ونجيب الادجوينت. هنعمل ايه؟ هنعمل الايكويشن دي، عايزين نجيب الادجوينت فخليها لوحدها، وادي الديترمنت الناحية التانية بالديفايد، او اعمل تايمز الديترمنت في الناحيتين. فده هيروح، هيبقى هنا الادجوينت equal determinant times الانفرس. انا عشان اجيب الادجوينت هعمل determinant times الادجوينت. فهعمل ايه؟
احنا عرفنا ازاي نجيب الديترمننت، شيفت فور determinant shift for matrix A، تمام، times برضو عرفنا ازاي نجيب الانفرس shift for matrix A و negative 1. اه ده كده الادجوينت. بس كده ده دول الاربع حاجات. آه، اتمنى اكون يعني فدتكم، وان شاء الله يكون في حاجات قادمة يعني تساعدكم في تيست بانك او المراجعة النهائية، وفيديوهات. حاول اعمل فيديو حل برضو يعني لو هيفيدوا كده. بس، وشكرا، ربنا يوفقك.